صباح الخير يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. هنوريكم النهارده شويه موتوسيكلات، تشكيله مش هتلاقيها في حته في جمهوريه مصر العربيه. احنا اتكلمنا يا جماعه على ايه الانواع بتاعت الموتوسيكلات، النيكد والريس والكروزر والادفنشر والاوف رود تورنج والسبورتس تورنج. طيب نبدا مثلا بحاجه زي الرون كده. الهوندا الرون ده 6 سلندر 1800 سي سي، نفس موتور الجولد وينج. كم واحد بقى مصنوع منه في العالم الموتوسيكل ده؟ 3000 قطعه. مصر مثلا يبقى فيها كم واحد؟ تقريبا فيها 12 او 11 موتوسيكل. انت شفت ال 12 دول؟ يعني معروفين شويه بجد؟ بس مختفين منهم مختفين. احنا علينا منهم. عندنا منهم 4. اسعار الرون ده مثلا تتراوح من كام بقى عشان في السوق المصري حسب طبعا الحاله الكونديشن، في ناس عارضه من اول 850 لحد مليون 200. هي بره اغلى من الكلام ده، خلي بالك. بره بيبقى حاجه 20000 دولار على ارضه. بعد كده عندنا نيكد مثلا سي بي 650. كان في حد مثلا بيقول لك ايه، هو مين بيركب موتوسيكل ب 300,000 جنيه او اكتر بيروح بيه الشغل كتير؟ صح ولا انا غلطان؟ النهارده الزونتس ولا الصيني كتير معدي 200,000 جنيه. الصيني بادئ بكام؟ 200. انت عندك دلوقتي مثلا ارخص عربيه تجيبها، هو نازل اهو، هو جايب اللانوس المانوال. هنساله جايب اللانوس المانوال من كام موديل 99 والله. موديل 99. موديل 99 برومه واكلاها. انت جايب اللانوس بكام؟ 240,000. ب 240,000. فاما اجيب موتوسيكل هيوفر معايا في البنزين وهينجزني في مشاويري جدا في الزحمه والعجينه اللي احنا فيها دي. يا ابني شفت الدنيا في رمضان عامله ازاي ساعه خروج المدارس مدعكه. طيب عندنا مثلا ريسات من اول موديل كام لحد موديل كام؟ انا عندي الريسنج دلوقتي من اول 2003 و4 اللي هو 600. عندك هوندا سي بي ار 600 و1000 و1000 صح؟ ال 1000 عندي من اول 2006 من عندك لحد 2017 اعتقد. عندنا لحد 2017. وعندك 600 من اول 2003 لحد 2014 مثلا 21. في عندنا 21 في معرض ال90. طيب عندك مثلا نيكد برضو بي ام اف 800 ار موديل 2013 او 14 على ما اعتقد. سراق قوي البايك ده. اي بي اس تراكشن كنترول، قعدته مريحه، تعرف تركب له شنطه في فرامل بريمبو، سخانات مقابض، ومركب له انجن جارد، و800 سي و2 سلندر، وهيشم البنزين. فعليا هيشم بنزين، فيبقى استخدام يومي اكتر من رائع. البي ام ده يا جماعه عشان هو بس يعني ليه ناس معينه بتحبه، بس هو اسعاره تبقى بالقرب من الهورنت قوي. بتقول رقم من فرنج 350 مثلا. بجد؟ والله ممكن يجي في الرقم ده والله. احلى من اللانوس. سي بي 1000 ار 2018، وهو مركب له شويه برضو اكسسوارز كده جميله ورايقه، وراكل الشنطه ورا، وفي شكمان. ده نيكد برضو يا جماعه 1000 سي سي شكل الحديث ده. احنا النيكد 600 و1000، الاغلبيه اللي موجوده الدارجه في البلد 600 و1000. فالسي بي ده برضو من الموتوسيكلات الحديثه اللي فيها اوبشن محترمه. اسعارهم بتتراوح من اول 550 لحد 650 حسب الحاله والعدد. طيب عندك بعد كده الحاجات الكروزر اللي بتتركب للدنجله. يعني ايه تتركب للدنجله؟ يعني جنب بسط اكروز. اكروز، انزل مش عايز انزل اركب سماعات كده، ايه، اهوي دماغي من الدوشه ومن الدنيا. ده ياماها سترايكر 1300 سي سي انجكشن. اسعاره بتروح من اول 480 لحد 550 حسب برضو التعديلات، حسب انا دي سكرينه مثلا راكبه، في انجن جارد راكب، حسب الشكمان. الحاجات دي باسعار. يعني انت عندك مثلا الشكمان بتاعه ممكن يلمس 60 70 75 كوبرا او فاينزن هاينز. طيب الهوندا الفي تي اكس معشوق الجماهير. انا في رايي طبعا الفي تي اكس ده اكتر موتوسيكل حمال اسيه في العالم. تويوتا كرولا بتاعتنا في العالم. والله ما بيعطلش يا جماعه، يعني ما بيحصلوش حاجه. مار شغل. برضو هو كروزر دنجله ومزيكا وتروق على حالك. طيب احنا في منه ال 1300 وفي منه ال 1800. ال 1300 وال 1800 في منهم تايبات. يعني ايه تايبات؟ يعني الشكل بيختلف. ال 1300 في منه سي بيبقى رفرف قصير، هنوريه لكم واحنا ماشيين، وفي الار رفرف طويل اللي هو طويل نازل، وفي الاس اللي هو السلك. ال 800 في 6 فئات. في سي رفرف قصير، والار رفرف اطول، والان رفرف طويل بس الفوانيس من ورا مختلفه، وفي الاف رفرف قصير وعداد ديجيتال. صح بالظبط. والجنط البروفايل بتاع الكاوتش اللي ورا رفيع. التي ده نازل من الشركه بكل التعديلات بسكرينه وخلافه وشنط وكده. اسعار بقى الفي تي اكسات ال 1800 بتبدا من كام؟ ال 800 بتبدا عندنا من اول 450 430 مينيمم في الحدود دي، لحد 490
500. طيب حاجه الرايقه بقى اللي هي المرقعه دي بقى، ده لازم يطلع. لازم يطلع ها. عندنا منه قطعتين. قلنا هوندا فيوري هو 1300 سي سي على ما اتذكر وعلى حد معلوماتي اللي بقى لها فتره، انا ركبت الموتوسيكل من زمان، هو 55 حصان او 57 حصان، هو مش عارف ايه. ها حاجه 70. تراهن على كام؟ الرهان حرام بس حاجه حرام دلوقتي. في رمضان كمان. استنى، انت بتقول كام؟ انا فاكر ان حاجه 70. ماشي انا بقول لك حاجه و50 حصان. 110 حصان. مفيش 110 دي، 110 مين يا عم؟ زارطه دي. يا عم 110 مين يا عم؟ يا عم ده مش فاهم حاجه اللي انت. اصل لا الشادو كان حاجه و50. مفيش الكلام ده، الشادو والله مفيش الكلام ده، حاجه و70 حصان ممكن. 54. شفت قديم يا ابني برضه. بس هو الموتوسيكل يا جماعه ايه عارفين حاجه اسمها امريكان تشوبر، بتشوفوا اللي هم الجنجات وراكبين موتوسيكلات، وهم هوندا كانوا مشيوا في خط الهارلي شويه. هو موتوسيكل ايه، منظر ودنجله. حوار الجنط ال 21 ده اصلا قله رايق يعني. هو شكله رائع. هم بيطلق عليهم امريكان تشوبر، لو كتبتوا على جوجل امريكان تشوبر هيطلع لكم على طول بيستروم. واحد. لو حد كان يسمع عن الفراديرو، الهوندا الفراديرو المسمى او الملقب في مصر بالخرتيت، فده من نفس الايه اللاين بتاعه. يمشي معاك برضه 2 سلندر، يمشي معاك استخدامات يوميه 1000 سي سي صح؟ 1000 يمشي معاك استخدامات يوميه، يمشي معاك سفر، يمشي معاك يعني ايه في الحتتين دول. وبعد كده عندنا الهوندا الهورنت، دي كانت حتى دي بدايات الموتوسيكلات اللي انا كنت ببيعها اصلا وبشتغل فيها زمان. ده الشكل ده 2007 2008 2009 2010 لحد 2011 اخره 10 لحد 2010 يا عمر معلش. ده يعتبر زي الفيرنا، استخدام يومي، ما بيحصلوش حاجه فعلا، ما بيبص ما بيعطلش، قطعه كلها متوفره. ده اكتر موتوسيكل دي اليوز رهيب. البوليفر ده برضو عندنا معروض سوزوكي اسمه M109R 1800 سي سي، ما اسموش هارلي، اسمه سوزوكي بوليفر. بعد عندنا ده في تي اكس 1300 سي، هتلاقي الرفرف من ورا بتاعه ايه قصير شويه، مش عارف باين في الكاميرا ولا لا. احنا بنعلم السواقه يا جماعه من الصفر، يعني انت ابيض لا تفقه شيء سامحكم بسوق عجله، يعني المهم عشان ايه الموضوع ما يطولش. عندنا عندنا بنعلم على سكوتر، وعندنا موتوسيكلات صيني بنعلم عليها، بنعلم على ريس، وبنعلم على الهورنت ده، وبنعلم على الشادو. في موتوسيكل برضه بنخش ورشه نقول لكم ان سي. طيب ده برضه كان صيانه، ده بي ام دبليو جي اس 1250 ار ادفنشر، رايق. بس هنخش في ارقام بقى 1250 رهيب. هنخش في ارقام. في عندنا سي بي الفات حلوه جدا، مليون وحبه. ده نفس السي بي 1000 اللي اتكلمنا عليه في الاول 2018. ده 2014 ده الديرت بايك ده. مش هنبيع احنا الديرتات دي، لا ليه؟ لا يا عم انا وزياد الصحراء جايه. ان شاء الله الصحراء جايه بعد رمضان. طيب وده ديرت بايك برضو، ده الاوف رود اتكلمنا عليهم، واسعارهم قلنا بتبدا من 350 400 وانت طالع حسب السنه والبتاع. طيب ده 600 تعرض للبيع برضو. 600 موديل 2013 اسعارهم يا عمر بتبقى كام؟ الشكل الجديد ده من 400 واحنا طالعين، يعني حسب برضو العداد ده ار 6 كان صيانه وخلص خلاص. عندك سوزوكي برجبان سكوتر 400 سي سي 2014 ده برضه 2018 هاو ماتش. ال 18 ده عامل 330. طيب نخش للتقيل بقى يا صاحبي، يلا بينا تعال. طيب عندك رصه برضه ايه 600. خش تعال اطلع عادي يا عم موسى. رصه 600 سولد اوت خلاص، لسه معروض 2012 ده 7 2007 2003 ماشي. ايه 2012 قلتها دي 2007 اسعار 380. ده افراج 370. 2000 وكام 3 ها. وده مترخص ده ب 270. اوكي. عندنا جوه هنا الاستراحه بتاعت الصيانه، التلفزيون شغال. فانت حضرتك بتخش تلقي نظره، فانت ايه تيجي نسايب موتوسيكلك تقعد باشا هنا تشايفه في التلفزيون وهو بيتعمل. اتفضلوا معانا، اتفضلوا نخش على التقيل. نصلي على النبي كده يا جماعه، نقول بسم الله ما شاء الله. طيب هيابوزا 2022 زيرو في الصندوق. الموتوسيكل ده كان صيانه مش معروض للبيع، ده اس 21. كل التعديلات اللي موجوده فيه دي معموله في المركز عندنا، اكستنشن معمول فيه سلايدرات كل شيء. الموتوسيكل كان جاي ستوك، كل حاجه اتعملت فيه وركبت عندنا الحمد لله، طالع اكس الصراحه. هوندا انتجرا 700 سي سي. سعر 2014 اهو سعر. ده معروض ب 430. اي بي اس كده عندك. هارلي بريك اوت، طلع لكم البريك اوت ده قدام سنه. تحفه، ده فنيه، تحفه فنيه ده. لا هيقعد يصوصو. زياد مفتاح الهارلي، مفتاح بسرعه زياد، بسرعه الهارلي، بسرعه. هارلي بريك اوت 2014. حازم امام يا جماعه بتاع الزمالك كان بيركب والله بيركب بريك اوت زي ده. موتوسيكل رائع الصراحه، واللون بتاعه عارف هو دم الغزال ده. سعر ده عامل 850. الشادوهات في منها سبيريت وايرو. السبيريت برضو الرفرف بتاعه قصير شويه، والايرو الكلاسيك اللي هو الاكبر. 2000 وكام 2007. سعر
ده عامل 330,000 افراج. عندنا جوه كلام. كلام الرايكر ممكن نجيبه يا محمد لو سمحت. موديل 22. كلام الرايكر موديل 22 ماشي 3000 كيلو. 3000 3000 كيلو سعر. ده عامل 930. كوازاكي نينجا اتش 2 2015 ده ماشي 14000 سعر. عمودين 2 مليون 200. 2 مليون 200. طيب بعد كده نينجا اتش 2 21 زيرو صندوق. الوحيد زيرو صندوق في مصر اعتقد مفيش حد معاه زيرو صندوق. سعر 2 مليون 800. 2 مليون 800. ده ايرو. ده شركه ايرو. كام سعره كام ده؟ الهارلي ده عامل 49. تعرف بقى الرينج بتاعه بتشحن في قد ايه والبيانات دي؟ الرينج بتاعه مش هيتعدى ال 50 كيلو. ار1 21. الشكل الجديد ده اللي هو بقى يعني بعد الشكل ده اخر شكل ديزل دلوقتي. الرموز بتاعته بقت طالعه لفوق، اللي قبليه كانت لتحت. سعر ده عامل مليون 50. ماشي. جيكسر 600 2013 سعر. ده عامل 460. سي بي 1000 زي اللي بره اي بي اس، وده برضو اي بي اس 2018 برضه. سعر ده عامل 650. سوزوكي برجمان من احسن الاسكوترات اللي انا جربتها، يعني انا اصلا جربته وكان قاعد معايا فتره. 650 سي فيس ليفت كمان اي بي اس، سكرينه كهرباء بتطلع وبتنزل. الموتوسيكل ده مركب له سخانات مقابض وفي سخانات كراسي، وعندك مساحه تخزين في الكرسي محترمه ومساحه تخزين قدام، ويو بي اس تشحن تليفون. ماشي 13000 كيلو. افراج 2014 ب 450000. موتوسيكل فعلا 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 حالته زيرو. يعني حتى الجلد اللي موجود هنا ما شمس حتى. ما شمس. طيب الباجيهات دي وضعها ايه برضو؟ عندنا باجات برضو من اول 125 سي. 110. من اول 110 125 ال 110 نفس الحجم. نفس الحجم بس لا يعني ملموم وما فيهوش كشافات. حاجه ب 89 بحاجه 66000 جنيه. ده فين ده؟ لسه ما جالناش. 110 ما جالناش. اللي في ال 90 موجود 125 و150. ده اللي ب 89 مظبوط. وال 150 ب 100 حاجه و 129. 129,000. وبعد كده في 150 200 سي. سي. بعد كده 200 سي اللي هو هو ب 180,000. بعد كده بقى السيجوي بقى. السيجوي الكبير الامريكي بقى خالص. طيب زد اكس 14 ده سوبر سبورت. 2014. ده هو والبوزه هما الاثنين بس اللي في نفس الكاتيجوري ده. ال 1400 و 1340 سي. ده على ما اعتقد 1400. موديل كام؟ 2000 وكام؟ 2014. 2014 موتوسيكل رايق. مليان تعداد حلوه قوي بصراحه. تحياتنا للمنوفيه عشان صاحبه من جمهوريه المنوفيه. سعره كام؟ ده عامل 750. نفاصل معاهم قوي بقى. نفاصل معاك على الاخر. المنوفيه دوله. لا لازم. هي والمنصوره. هي الماسكه الدوله الجمهوريه كلها تتمحور في المنوفيه والمنصوره. بعد كده عندنا شادو فانتوم. الفانتوم ده موديل حديث، يعني احنا وصلنا السبيريت والايرو. بعد كده الفانتوم عملوا موديل احدث انجكشن 2000 وكام؟ ده 2016. 2016 وعدله حلو مايلج. في سكرينه انجن جارد شكمان ستوك. في شنطتين والباك ريست اللي هو مثلا الظهر اللي قاعد ورا. سعره كام؟ ده عامل 450. 450. هوندا فيوري زي اللي شفناه بره. بس اللي شفناه بره كان فيه شويه تعديلات ونواكل اكتر شويه. موديل وسعر. ده 2013 وماشي 11000 ميل. وسعره عامل 490,000. ستيل كروزر برضو في هايبر تشارج اللي هو الفلتر وفي شكمان. بعد كده عندنا برضو ياماها سترايكر تاني غير اللي شفناهم بره. ده عداد يعني مفيش منه في مصر بصراحه. ده بتاع خالد ده. 1800 ميل. 1800 ميل هو مشتريه مننا كده. سعر مشيش بيه 2014. سعر ده ب 530,000 جنيه. ماشي. في تي اكس 1300 سي. شكمان باك ريست سي بار. شنطتين ماشي 34,000 ميل 2005. سعر 340. ماشي. شادو ايرو تلاقي بقى هنا الرفرف اطول ومن ورا الرفرف اطول. الاكثر انتشارا خلافا عن السبيريت اللي هناك. ده 8 6 احنا خلاص ماشي بقى. ماشي. ده ماشي 24,000 ميل. ده عامل 340,000. ماشي. بعد كده عندنا كاوازاكي ريسنج زد اكس 10 ار 2019. سعر بقى طايرين. ده 950,000 جنيه. ماشي. وده الشكل اللي قبليه على طول 2011 ده 1000 سي سي برضو. سعر ده عامل 580,000. بوزه 2000 وكام؟ 2012 قبل الاي بي اس على طول. سعر ده عامل 550. اوكي. افراج الجديده دي لسه جايه. ميزتها بصراحه ان هي رنجها حلو، يعني في عندي نوعين بطاريات منها. بطاريه تمشيك من 50 ل 60 كيلو، وبطاريه تمشيك من 80 ل 90 كيلو. انا جايبه لمحمد السكوتر ده بتاع الكبيره وركبت له شنطه. عامل ايه ولا ايه رايك؟ انا خلي بالك محمد ومريم بقى كل شويه مش موجودين. روح هات لنا والله، روح هات لنا صوبيا ينزلوا والله اختفوا. روح هات لنا عيش، روح هات لنا مش عارف ايه. مريم وراه رايح بقى اقول له الجو ايه خلاص. متكيف خالص. تعالى يا محمد تعالى. طيب زد اكس 14 نفس اللي احنا ورينا لكم هناك. هو اللي هناك 14 ده 9 على ده 15 يا راجل. ده 15. هم عامه شكل من اول 9 لحد
24 نفس الشكل. مفيش. مش عارف معلومه من اول 9 دي ولا لا. طيب اللي جنبه على طول ده 23. 23 ده احنا برضو استيرادنا من احنا جايبينه من امريكا. مش 328 ميل يعني ما مشيش. وهنا عندك 600 ار ار. ABS. اسعار ده 750,000 وده 1,100,000. والسي بي ار 600 دي فرامل اي بي اس حالتها حلوه جدا، دي عامله 400. وال1000 ده 2017 ده احنا بنتكلم عليه. ده 2017 وعندنا الشكل الجديد 23. عندنا شكل 23 اس اللي هو الاس بي تريبل. ده عامل 750,000. بوزه هنا 15. ده في شويه تعديلات الصراحه رايقه قوي. سعر ده عامل 850. هدينا الله. ماشي. بوزه 23. بوزه 23. بوزه 23. الاسعار بتبدا معايا من اول 0 0 في وده في تعديلات وماشي كام؟ ده ماشي هتلاقيه ما كملش 1700 ميل. الاسعار بتتراوح من اول 1,250,000 لحد 1,380,000 لحد مليون. بس ماشي. في حاجات ده مش ماشي قليل، ده ماشي 179 ميل. مش 1000 179 ميل. هوندا جولد وينج 2002 من الحالات النظيفه قوي. 2001 موتوسيكل نظيف جدا ورا ضربه مننا. هاو ماتش؟ ده عامل 540 بس. والله مجموعه من الاسات عندنا من اول 2015 ده القديمه 10 2010 15 17. 2010 سعره كام؟ 6.5. 6.5 ممكن في تفاوت بسيط. 2015 سعره كام؟ 900. 2017 صح ده 17 950. 2017 950. 2020 واحد 450. ماشي. بعد كده عندك ده احنا شفنا هناك الزد اكس تمام. ده 2018 برضو صح؟ ده بس ده مطلوب بقى تعديلات وكربونات وبتاع هاو ماتش؟ ده عامل مليون عشان التعديل اللي فيه. ماشي. اس ده برضو 20. ده 2020 وفي تعديلات حلوه قوي قوي قوي. هاو ماتش؟ ده برضو 450. 21 امباكج. كربونات كتير راكبه تمام. هاو ماتش؟ نفس الرينج 450. ماشي كده. كوازاكي نينجا اتش 2 اس اكس اس اي 2018 ماشي 14,000. ماشي. سعره المفروض ان هو حلو. هو سعره الطبيعي المنطقي يعدي الواحد. نبدا المزايده بكام؟ ب 850. نبدا في سرعه البيع عليه عرض. المزايده لفوق مش لتحت. 850 850 ونبدا لفوق بقى. الموتوسيكل ده يا جماعه بره في امريكا على ارضه بنتكلم 17 مينيمم. 18,000 دولار مش هتلاقي اقل من كده. طيب كيمكو 350 2017 اكتر الموتوسيكلات الناجحه في الجمهوريه. الوكيل بتاعهم محترم جدا، صيانتهم محترمه جدا، قطع غيارهم كلها متوفره. السكوتر كسكوتر اصلا بيستحمل ومعمر وحمال اسيه. ويعني انا حد طلع معايا بالسكوتر ده الاقصر واسوان يعني 350 حتى كان موديل المواتير البي ام السكوتر. سعر ده عامل 230,000. اوكي. الكهرباء ده الثلاث عجلات الهارلي ده الثلاثه ب 65. ده نفس الانجن وبطاريه ليثيوم برضو بتفكها تاخدها معاك البيت، بس ده للناس اللي ما عندهاش توازن. يلا بينا نخش على الورشه. شغل المواتير، ولكن بنشتغل في شغل المواتير اللي على كيفنا. صح يا عم عمر؟ بنشتغل في شغل المواتير اللي على كيفنا. يعني ايه على كيفنا؟ كل الصيانات بنعملها ايا كان نوع الموتوسيكل، ياباني اوروبي، حاجات معينه من الصين. مثلا شغل الاجهزه، الدايجنوزز والسوفت ويرز ابديت برضو شغالين فيها. شغل المواتير مش كله بنعمله لان في قواعد وشروط كده ماشيين عليها، اللي بيرتضي بيها بنشتغل فيه، لو ما بيرتضيش ما بنشتغلش فيها. عندك اعمال خارجيه بنعملها ما عدا رش الفايبر، بنلحم الفايبر. استعداد الجنوط بنمسح عليه. الله يسلمك يا باشا. ايه مالك في ايه؟ الصيام بس. بنستعدل الجنوط. بنمسح مساعدين، بنبعت المساعدين مخرطه. لو بنعمل 3/4 مساعدين مصر بيروحوا مخرطه. كلهم يعتبروا اغلب الموتوسيكلات 3/4 جنوط مصر بتروح تستعدل. حصل. النار والحفر شكمانات طبعا لو في حاجه بتتعدل في الشكمانات بنبعت نعملها بره. هي الفايبر بس يعتبر احنا اللي ما بنعملوش. بنلحم بس ما بنرشش. بالظبط كده. بالظبط. عشان بتوع الرش دول مش نافعين. كلهم مش نافعين. كلهم. اللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط. كلام جارح. ايه تاني؟ عندكم حاجه تانية تحبوا تقولوها؟ تحب تعرض خدماتك باي شكل من الاشكال؟ احنا بنعمل كل حاجه. شغل الشغل كده؟ بنعمل كل حاجه حرفيا والله بجد. كل حاجه، اي حاجه في الموتوسيكل ممكن تتخيلها، من تعديلات لاكسسوارات لقطع انت هتركبها، اي حاجه بنعملها. اشقلب لك الدنيا. كل ما تتمناه في عالم الضربات الناريه احنا موفرينه لك، مجمعين كل حاجه.
موتوسيكلات من مصر موجوده، موتوسيكلات من بره انت عايزها تحديدا موجوده، الموتوسيكل انت عايز تجيبه من حته وتكشف عليه وتطمن عليه موجود، قطعه غير معينه من مصر من بره مصر بنوفرها لك. اونلاين ستور عندنا موجود سعداوي ستور دوت كوم، ويب سايت للموتوسيكلات كلها تقدر تخش على سعداوي دوت كوم. تعليم سواقه موجود، كل ما تتخيله يا جماعه في عالم الدراجات الناريه احنا بنوفره لك بطريقه شيك ومحترمه، وبنحاول نديك الخدمه بطريقه تكون مريحاك وبسطاك. وشرفونا في التجمع الخامس خلف محكمه القاهره الجديده، والفرع بتاع المعرض في 90 اسفل كوبري النائب العام، ويوم رايق عليكم والى اللقاء.